من زمان قوي يا جدعان وانا فعلا بحب الحيوانات وبحب اقتنيها، واي حد يعرفني بعيد عن اليوتيوب عارف ان انا بعشق الحيوانات، وخصوصا الحيوانات زي الجوارح والتعابين والثعالب والحاجات دي كلها بحبها، وبحب جدا جدا ان انا انزل واعمل مغامرات صيد، لان بيبقى فيها يعني نسبة قليلة خالص، يعني مش عايز اقول خطر بس بيبقى فيها مغامرة، وانا بحب المغامرات دي جدا. وكان نفسي من زمان يا جدعان ان انا اجيب عقاب، فقعدت افكر اجيب عقاب ايه. كان قدامي حلين، ان انا اجيب عقاب بوتد او عقاب ستيب او عقاب ملكي، كده 3 حلول معلش. وطبعا عقاب بوتت حجمه صغير جدا، وعقاب ستيب حجمه كويس وسعره كويس. فالحمد لله اشتريت اول عقاب في حياتي وانا عندي 16 سنة، وهي النتايا ريفا. النهاردة رد فعلها على الشارع لأول مرة كده. ربنا بس شفتوا. بس يا جدعان طبعا بحاول ان انا اطمنها اهو. طبعا خايفة من مكانه وكده، فبس كده طبعا معايا هنزل الشارع دلوقتي. يعني هتحاول تطير ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا يا جدعان؟ لسه طالعه اهي، اول مره تشوف الشارع. تمام، وهي على ايدي كده هتكفخ تقريبا. بص تكفيخه اهي، كفخ اهي. بصوا يا جدعان هي دلوقتي مكفخه. تمام، انا هعدل بس الملايه دي حلو وامسكها زي ما انتم شايفين، هي طلعت لوحدها. هلف بس السبوع كويس عشان ما تهربش وعشان ما تضربنيش برجليها. بجد يا جدعان ما شاء الله عليها، انتايه جميله جدا. عموما انا شاكك ان هي ذكر، بس انا مش قادر اميز بالظبط، ان حجمها ما شاء الله حلو يعني. فزي ما انتم شايفين ما شاء الله. خليكم معانا. هي دلوقتي كده اراهنكم ان انا من غير ما اطلعها هي هتطلع لوحدها. بصوا، اهم حاجه صبرك يبقى طويل معاهم على قد ما تقدر. تمام، هي لسه خلي بالكم، لسه كل ده هي لسه بتكفخ، يعني هي لسه اصلا ده يعتبر كده ان هي كفخت مرتين وبتقف، ده كده لسه بدري خالص، ده لسه هتكفخ ولسه هتطلع عيني. تمام، على ما تهدى كده وتقف معايا يعني. خليكم معايا وان شاء الله ان شاء الله هندربها ملواح وهندربها دعو، بس مش في الفيديو ده يعني، لسه هنزل فيديو ده وبعد كده فيديو ازاي دهلتها. بصوا دي نبذه بسيطه عن اللي حصل لي. تمام، الايد دي يعتبر سليمه، الايد اللي انا شايلها بيها دي هي اللي متبهدله. فزي ما انتم شايفين ان شاء الله هجيبها دعو. طبعا هي جعانه بقالها يومين ما جعتش، ما جعتش ايه، بقالها يومين ما كلتش، فان شاء الله هحاول اظبطها. بصوا كده، اهم حاجه لما تنزل على الارض كده ما تخلوش جناحها يلمس الارض عشان ما يكسرش. بصوا هي تطلع لوحدها، طلعت اهي يا جدعان. فخليكم معايا بقى، نروح نقعد في محل عند فتحي، ولا ايه يا فتحي؟ انا شايف لا، بس يلا. وانا وزنهم لكم يا جدعان قبل الاكل وبعد الاكل، يعني هنوزنهم، هم مش واكلين وهم واكلين، ونظبط الميزان بتاعهم معاهم. فتحي اتكلم مع الناس شويه على معدل الصقر. المهم يعني يا جدعان زي ما انتم شايفين، انا بتاعتي اهدى من بتاعت رفعت ده طبعا، عشان بتاعتي احلى من بتاعت رفعت، صح يا رفعت؟ لا قول الحقيقه، قول ان هم جم واحنا. هم على العموم يا جدعان هم جايين اتنين باسمنا، فانا اخترت بتاعتي الاول الصراحه، ورفعت اختار بتاعته التانية. ما شاء الله بتاعت رفعت لونها احلى وحجمها مش قد كده، لانها مش واكله لسه، ما اهتمناش بالغذاء بتاعهم وكده. فان شاء الله كل ده يبقى في الفيديو ده، والفيديو ده هيبقى جامد الصراحه يا جدعان. ان انت وصلت معانا لحد هنا كمل الفيديو للاخر، هيبقى فاتك نص عمرك لو ما اعمل كملتوش يعني. اشتراك، اعمل اشتراك تكمل فيديو. اسكت انت دلوقتي، اعمل اشتراك يا صاحبي. تمام، واعمل لايك، خديني تحت جناح واعمل لايك. تمام، عشان نوصل 1000 مشترك بسرعه. زهقت انا هبقى عايز تبص. تبوس، يلا بوس. والله يا جدعان انا زهقت جامد. تمام، بقالي كتير قوي مش كتير قوي بصراحه، يعتبر مش كتير، بس يعني بحاول اهتم بالمحتوى على قد ما اقدر، وبحاول اصور لكم حاجات يا جدعان واتعب وتفضل تكفخ. بص انا هوقفها لكم عامه، انا معيش لا ستاند ولا اي حاجه، انا بقف على العربيه، اي عربيه باجي اقف عليها وبعملها. بصوا مسكتها اهي وهعدلها. يا جدعان زي ما انتم شايفين ورفعت بيصور نفس الفيديو. الله، اول تكفيخه اهي بتاعت فتحي بدات تكفخ يا جدعان اهي. هصور كده يا رفعت. حط اسنده على العربيه، اسنده على العربيه، اسنده يا ابني على. بص يا جدعان دي الطريقه اللي بقول لكم عليها اللي بصور بيها. حطه يا حبيبي كده على العربيه. تعمل كده يا جدعان.
بس يا اسطى انا بتاعتي متعلمه ومتدربه. استنى بس عشان الصورة مركزة جامد. بس يا جدعان سلام، خليكم معانا في الفيديو. بس يا جدعان هو انا كنت مستني فتحي يخلص، بس عموما انا بتكلم فكرة ان انا مستنيه. احنا ما اكلناش بقالهم يومين وعادل عقبان. طب يا جدعان انا هبطل يوتيوب من النهارده، وده اخر ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ فيديو عشان الزهق ده. اهم حاجه يا جدعان انا بهزر طبعا، اهم حاجه يبقى بالك طويل خصوصا مع الحاجات دي، ان الحاجات دي عنيده ونفسها عزيزه عليها شويه. تمام، اهم حاجه تكون ايه، عندك صبر كده في الموضوع وايه، بتبصي عندك صبر يا جدعان كده في الموضوع، وايه تحاول على قد ما تقدر ان انت تطمنها. طبيعي ان هي جعانه وكده، فاحنا ان شاء الله طبعا انا مش عايز اكلها في الشارع غير لو معايا الدس، غير لما اطلب بالدس غير لما اطلب الدس وابعد يا فندم، غير لما اطلب الدس ويجي لي عشان تتعود على الدس وتتعود ان هي تاكل من على الدس. عايزه تقعد زي ما شايفين بديها ايه. يكمل الحمام عنده. فخلينا بقى نشوف هنروح دلوقتي. تمام، طبعا معيش ستاند ولا معايا اي حاجه، عشان لو كان معايا حاجه كانت زمانها وقعت وزمانها اتكسرت. تمام، بص قطه اهي، هي عايزه تاكل القطه تقريبا. بص 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 بص. المهم يا جدعان دلوقتي احنا في طريقنا. دلوقتي هتتاخد حوالي 5 مرات ان شاء الله، كل ده يقل مع الوقت. وطبعا مش هينفع اجيبها دعوه دلوقتي خالص عشان بتكفخ لسه. تمام، امسكها فتح صورني بعد اذنك. مشكلتي يا جدعان في الملايه، الملايه هي اللي وجعالي ايدي الصراحه. ما شاء الله. هي بقت فاهمه وبقت متعبه الصراحه. شكرا يا فتحي. فتحي اهو يا جدعان، الانتهاء بتاعته ما شاء الله. اسمها رهبه بعد اذنك. رهبه وريفا. هحط في البايو حرف الار، واللي ياخدها على نفسه ياخدها بقى. المهم يا جدعان احنا رايحين اهو. بصراحه ايدي وجعتني جامد 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 جامد. طبعا هي هديت جامد عن ما كنت جايبها. يا بنت الكلى يا جدعان في ايه بقى؟ المشكله ان هي كانت في الاوضه ما بتطلعش، ما بتشوفش حتى البلكونه، يعني مش حتى كنت بطلعها في البلكونه اللي هو بلعب معاه في البلكونه وكده، فهي عارفه الدنيا. لا اول مره حرفيا تشوف الشمس، تشوف الدنيا كده وهي على ايدي، فطبيعي ان هي تبقى عايزه تكفي. انا مش هطول في الفيديو، فخليكم معايا يا جدعان، احنا رايحين المحل اهو ان شاء الله تظبط. استنوا يا جدعان، احنا مش هنصور لكم في المحل ولا حاجه، احنا هنصور لكم احنا بنوزنهم بس ونوريكم وزنهم بعد الاكل. فاستنوا اليوم التاني يا جدعان واحنا بنجيبهم دعوه، او النهارده يعني مش تفرق. بس بص احنا دلوقتي هنروح نوزنهم في المحل. تمام، وهنوريكم ميزانهم قبل الاكل وبعد الاكل، عشان برضه اعرفكم ميزان الطير يعني بتاعي، وكمان بتاع ميزان الطير بتاعي بيفرق عن ميزان الطير بتاع فتحي، لان كل طير وليه ميزان خاص بيه يعني. فانت المفروض انت اللي تعرفه واعلمكم تعرفوه ازاي. زي ما انتم شايفين بدات تفرد نفسها اهي. ما شاء الله. المهم يا جدعان بتطير من ورا بتاعتي. المهم يا جدعان وبعدين بقى بكره هنحاول نجيبها دعوه، وري كده بس زي ما قلت لكم بالدس. يلا. فتحي هيعيط لو جت على الحته اللي باينه من ايده دي. بس كده يا جدعان، لو وصلت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد. تكفيخه جماعيه اهي عشان يوصل لك كل جديد. بس كده دلوقتي احنا هنوزنها مع بعض زي ما قلت لكم، وان شاء الله اوريكم وزنها قبل الاكل، وهوريكم بعد ان شاء الله كام يوم هظبط وزنها ازاي، وهعلي وزنها بطريقه غبيه ازاي. فدي اخر حاجه في الفيديو مع بعض. هنمسك كده معايا. قرب لي كده على الوزن. بسم الله الرحمن الرحيم. مش فاضي يا جدعان صور وخمس فوق 2 كيلو 130 جرام. بتاعت فتحي 2 كيلو 400. بس ما شاء الله. ان شاء الله بتنضف نفسها كده، بدأت تاخد على الجو شويه كده يا جدعان. يكون فيديو النهارده خلص، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. بس كده، سلام.